السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم بيبو، رجعت لكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو بوريكم تصميم من اقوى التصاميم في كلاش اوف كلانز للتاون هول 8. تصميم خرافي بكل معنى الكلمة، تصميم ضد المسح بكل معنى الكلمة. تصميم خرافي صراحة. يعني انا بعد ما نزلت التصميم الماضي في القناة، تصميم تاون هول 8 للحرب ضد المسح، جاني تعليقات كثيرة تقول انا مسحت التصميم وانا مسحت التصميم. لكن انا في هذا التصميم يعني تقريبا متأكد انه من الشبه مستحيل مسح هذا التصميم. عشان كذا سمينا التصميم ضد المسح. تصميم خرافي طبعا. مثل كل فيديو بوريكم طريقة كيف تسوي التصميم الحين بعد شوي. لكن اول شيء خلينا نتكلم عن بعض النقاط اللي حاب انوه عليها لكل المشاهدين. طبعا يا شباب، انا يوم اسوي تصميم اقول لك ضد المسح، انت تأكد ان دفاعاتك كلها ماكس. اتكلم عن دفاع وليس عن السور. الدفاع هو شيء مهم. يعني لو دفاعاتك مو ماكس لا تيجي تقول لي انمسحت، عشان انا يعني مالي دخل. دفاعاتك هي مو بماكس، يعني شيء بديهي انك تنمسح. وبنفس الوقت يعني اي واحد يجيني في التعليقات يقول انمسحت وانمسحت. طيب شوف، انا بقول لك بعض النقاط اللي لازم تنتبه عليها لو انمسحت. اول شيء لازم تتاكد ان المهاجم اللي يهاجمك هو رقمك في الحرب، يعني من مستوى قريتك او اقل منك. مو بيجي واحد اقوى منك ويهاجمك وتقول لي انمسحت، عشان هذا شيء طبيعي تنمسح. دام ان اللي يهاجمك اقوى منك يعني لازم تنمسح. لو اللي يهاجمك اقوى منك، لو تاون هول 9 مثلا، مثل هذه الهجمه او هذه الحرب طبعا، مسحني خصمي تاون هول 9 الحرب. الكلاش اوف كلانس كانت ضربتني فيه 3 نجوم جات الهجمة، ولكن عوافي يعني. ف يعني لو يوم يجي خصمك تاون هول 9 مثلا، فهو شيء يعني طبيعي انك تنمسح. لا تقول لي اني انمسحت ولا تقول لي شيء. لو يهاجمك من مستوى قريتك من الصعب ينمسح. وثاني شيء يا شباب، انا في كل فيديو للتصاميم اقول واسوي لكم يعني اعرض لكم هجمات دفاعات للتصميم. فانا يوم اعرض دفاعات للتصميم انت حر. لو تبي تسوي التصميم انت حر، لو ما تبي تسوي التصميم انت حر. لك كامل الحرية انك تسوي التصميم او ما تسويه. لكن انا عن نفسي اعرض لك هجمات واعرض لك كل شيء، عشان يوم انت تسوي التصميم تكون مسؤول. انت شفت دفاعات التصميم وانت شفت كل شيء وسمعت الملاحظات اللي قلتها عن تصميم. اجل خلاص، كل شيء انا يعني مسؤوليتي مأخليها عن اي شيء مو يعني كويس بالتصميم او لو انمسحت. انت سويت التصميم بكيفك، انا عرضت لك دفاعات للتصميم. يعني التصميم ضد المسح دفاعات عرضها له، وانا صراحة ولا مرة مسحت في هذا التصميم من يوم سويته للحين من قبل تاون هول 8. يعني انا لو يوم انمسح في اي تصميم اسويه في القناة ما اسويه اصلا. يعني اكنسل الموضوع قبل لا اسوي اي تصميم، اجربه واختبره، ولو انمسحت ما اعرضه يعني في القناة. فعشان كذا ان شاء الله يعني حبيت اعرض لكم هذا التصميم، ونروح لطريقة العرض عشان لا نطول على الفيديو عليكم. نروح لطريقة العرض التصميم مع الموسيقى، وبسم الله الرحمن الرحيم.
باقي يا شباب بعد ما رحنا للتصميم الحين يعني الحين بنروح ان شاء الله للدفاعات للتصميم. دفاعات التصميم ضد المسح التصميم، طبعا هذا هو الظاهر امامكم. والحين بنروح للدفاعات. بنروح للدفاع الاول وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا شباب الحين حنا في الدفاع الاول، ومثل ما انكم شايفين هذه هي قريتي، او هذا هو الدفاع اللي بوريكم اياه الحين. رقم 19 هاجم علي، وانا تاون هول 8 ماكس، كل شيء عندي ماكس، ما في اي شيء مو بماكس. دفاعات يعني اهم شيء الدفاعات تكون ماكس، لو كانت دفاعات ماكس تاكد انه بيكون التصميم قوي بالنسبه لك. طبعا اوريكم الدفاع الاول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدفاع الاول، هو هاجم استراتيجيه الجو وايب. مثل ما انكم شايفين هاجم من جهة التاون هول. طبعا يعني سيئة هذا التصميم. التصاميم اللي هي يجي البيت برا، يعني انت يوم تسوي هذا التصميم انت تقبل انه يجيب خصمك منك نجمتين بسهولة. هو اصلا في التاون هول 8 سهل جدا انك تجيب في استراتيجية الجو وايب نجمتين على اي تاون هول. فيعني لا تسأل عن هذه النقطة، عشان انت يوم تسوي البيت كذا قريب عن برا يعني عادي، انت يعني تقول لخصمك اهجم نجمتين لكن لا تهجم مسح. وهذا اللي صار في يوم سويت هذا التصميم. مثل تصميم تاون هول 9 اللي سويته في القناة. يعني انتم تسوي تصاميم البيت شبه برا تقريبا، انت تقول للخصم عادي هاجمني وجيب نجمتين لكن مسح مستحيل. يعني انت تتحدى خصمك يجيب منك المسح. ومثل ما لكم شايفين ما جاب المسح وهاجم جو وايب. بيكا ليفل 2 يعني جنوده تقريبا ماكس تاون هول 8 الا شوي، يعني باقي شوي ويصير ماكس. هنا في عنده حبتين بيكا شاطحة طبعا. وهنا دعم ويزرد ماكس باقي، والاثنين جولم باقيين عايشين. والحين مثل ما انكم شايفين الجيش يضرب الملك، وبعدين بيتجه للوسط. طبعا هنا الملك بعد شاطح مثل ما انكم شايفين، الملك شاطح وباقي يعني الجيش موجود امامكم. باقي اثنين جولم عايشين، حبة وزرد هنا بس مو باين مرة يعني هذه المنطقة. اسرع الهجمة عشان خلاص يعني الهجمة تقريبا انتهت، ما في مسح نهائيا. باقي حبة جول معايش وخلاص تنتهي الهجمة، وقت ينفجر. طبعا مثل ما انكم شايفين هذه هي الهجمة امامكم، ما جات مسح ولا جات شيء، لكن يعني ما جات مسح الهجمة. جاب 72% في جيش جو وايب موجود امامكم. 2 بيك 2 جول 8 بربر. وهذه يعني هذا الجيش مع الويزرد والارشر والهيلر. ما ادري ليش ماخذ هيلر، يعني ما ادري وش جوه. والدعم ويزرد ماكس. ننتقل للدفاع الثاني وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا شباب هذا هو الدفاع الثاني. رقم 12 مهاجمني مثل ما انكم شايفين. هذا هو رقم 12 مهاجمني. يعني الحين بوريكم الهجمة. هاجم هوك. هذا التصميم اصلا ضد الهوك، يعني ما ادري ليش يهاجمني هوك والتصميم ضد الهوك. طبعا هو تاون هول 8 ماكس ماكس، كل شيء عنده ماكس، نفس نظامي بالضبط. هاجمني هوك، وصراحة يعني التصميم مرة ضد الهوك. بيحاول يسحب الدعم في كل الطرق لكن ما بيقدر. هذا هو التصميم يمنعك من انك تسحب الدعم. هنا نزل حبة هوك وما قدر يسحب الدعم. والحين بنزل حبة ثانية لكن ما بيقدر ينزل، او ما بيقدر يسحب الدعم. نشوف الحين نزل حبة ثانية من الهوك وما قدر يسحب الدعم للأسف. الحين بيهجم هوك يعني عشان خلاص فقد الأمل من انه يمسح. يعني اصلا هنا يا شباب في هنا دبل جاينت، في هذه المنطقة في دبل جاينت انت تقدر تسويها هنا، ما عندك اي مشكلة حسب يلي تحبه وترغبه. لكن هنا تنويه عشان يحسب في جاينت، وهنا بعد عشان يحسب في دبل جاينت، وهنا في عشان يحسب في دبل جاينت. يعني تصميم يعني في كل مكان ممكن يكون دبل جاينت. انا لو شفت التصميم ما بهاجمه نهائيا هوك، عشان يعني جدا صعب بالهوك، وخاصة ان هنا في دبل جاينت وهذا شيء يمنع المسح. طبعا مثل ما انكم شايفين هو هاجم من هذه المنطقة حق البيت، بيحسب انه بيمسحني يعني، لكن الدعم طلع الحين. هو يحسب انه هاجم من دون دعم اظن. التنين يعني خذوا دعم انت في احسن الاحوال، خذ لك تنين. طبعا مثل ما انكم شايفين هذا هو الهوك. ينزل الهوك في كل الاماكن. وهنا نزل الملك ليفل 10، كل جنوده ماكس تاون هول 8، حتى السم عند ليفل 2. طبعا مثل ما انكم شايفين جالس الحين يعني التنين يجلد بالهوك، وبرج الوزرد يجلد في الهوك، والهوك ماشي يعني. فالحين بيجيب العيد.
باقي عنده مشروب هيل سبيل واحد وثلاث ويزرد مع الملك. للأسف جاب العيد وما جاب، ما ظن ولا جاب نجمة. خلنا نشوف، نسرع لكم الهجمة عشان خلاص يعني مستحيل تجي مسح. باقي ثلاث حبات ويزرد والملك، أظن بجيب نسبة 72%. هذا هو هذه هنا نزل حبة ويزرد وخلص راحت، وهنا الملك بيقضي على الويزرد. طبعا بكذا تكون انتهت الهجمة تقريبا. باقي حبة بربر هنا. طبعا بكذا تكون انتهت الهجمة. نجمة وجاب 75% في الهوك ليفل 4. هوك قوي يعني، هوك مو ضعيف، هوك قوي ما شاء الله يعني. وهو للأسف جاب العيد. حتى الدعم هوك يعني ما أدري ليش يهجم هوك والتصميم ضد الهوك، لكن الله يعافينا. ومثل ما انكم شايفين نجمة واحدة وما جاب ولا حتى نجمتين. نروح للدفاع الثالث ونقول بسم الله. باك يا شباب، والدفاع الثالث طبعا رقم 9 مهاجمني بتنانين، هجوم جوي، هجوم صعب جدا لكن بعرضه يعني. التنانين مرة يعني مو بصراحة يعني صعب هذا التصميم بالتنانين. بعرض لكم الهجمة وانتم احكموا على الجوي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الهجمة رقم 9 مهاجمني التنانين ليفل 3 وجيش ماكس تاون هول 8 تاون هول 8. هاجم من جهة البيت، الكل يهجمون من جهة البيت عشان يبون نجمتين، يضمنون النجمتين. ويعني انا لو محلهم هجم من جهة البيت. كلامه صحيح، ما خلاص يعني نفقد الامل من المسح ونهجم نجمتين وخلاص. مثل ما انكم شايفين هاجمين نجمتين بس. هاجم من هذه الجهة، تسريع وانعاش، تسريع وانعاش، والبلون يجلد طبعا وكل شيء يعني يجلد. جيش قوي جدا، جيش يعني مع الدعم تاون هول او الدعم بلون ماكس، يعني شيء قوي جدا صراحة. هذه الاستراتيجية ما تمزح لجميع التاون هول 8. استراتيجية خرافية يعني، التنين مع البلون الماكس شيء قوي جدا. لكن للأسف خلاص يعني أسرع الهجمة شوي عشان تقريبا شبه انتهت الهجمة. طبعا مثل ما انكم شايفين تقريبا الصاروخ جالس يضرب التنين هذا وباقي هذا التنين، وكذا تكون تقريبا انتهت الهجمة عشان ما بيجيب كثير. تسرع الهجمة على الأخير 4. وهنا باقي بس تنين عايش بيموت وبتنتهي الهجمة. برج الارشر هذا بيضرب التنين حتى يموت. اظن خلاص خلاص بكذا تكون انتهت الهجمة يا شباب. كذا تكون انتهت الهجمة 75% ونجمتين بس، ما جاب اي شيء ثاني. 5 بلون، 10 تنين، واثنين سم مع الدعم، واثنين ريج سبيل، واحد انعاش. وبس كذا تكون انتهت الهجمة. والدفاع الثالث طبعا انا وريتكم التصميم وانتم حرين لو تبون تسوون تصميم، هذه حريتكم. انا قلت لكم تصميم ضد المزح في رايي. لا حد يجي في التعليقات يقول لي والله انمسحت والله انمسحت. وتاكد من النقاط اللي قلت لك عليها وان شاء الله ما بتنمسح. خلي دفاعك ماكس وان شاء الله ما بتنمسح ولا حد بيمسحك. طبعا نروح الحين يعني خلاص تقريبا انا كذا نكون انتهيت من صناعة التصميم ومن طريقة عرض التصميم اللي وريتكم اياها في اول الفيديو. وريتكم دفاعات وكل شيء. اتمنى لو عجبكم التصميم تحطوا لي لايك عشان لايكك يحفزني في الاستمرار. لو شفت مشاهدات عالية على الفيديو ما شفت لايكات، يعني بقول ما في حد يعجب الشغل اللي انا صراحة ياخذ مني وقت كبير. هذا التصميم ياخذ مني حوالي 6 ايام اظن عشان اختبر التصميم واسوي التصميم واصور التصميم واعرض التصميم. ولو مو نجح، لو ما نجح التصميم يروح التعب كله. طبعا انا سويت لكم التصميم وخلاص يعني كل شيء. اتمنى ما تنسوني من دعمكم. لايكك، اشتراكك يحفزني. ما ابي مشاهدات كثير على الفيديو بدون اشتراكات. اتمنى تشترك في القناة لو ما انت مشترك. اتمنى تحط لي لايك، واتمنى تعطيني لايك، ملاحظاتك، اي شيء في التعليق. وبكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. وفي نهاية المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.